المهم اشتريت تليفون وبقيت ببعت لها رسايل منه، وكلمتها وقلت لها إن أنا عايز أشوفها وهتكلم معاكي. اتصدمت ساعتها لما لقيتها بتقولي طب وهتدفع كام بقى؟ لما فتحت لي باب البيت ما كنتش عارف أبصلها إزاي من كتر الجمال اللي هي كانت فيه. كانت واخدة راحتها خالص في اللبس، ولما اتفرجت على صورها في التليفون اتصدمت. كانت شفاف، لبسها شفاف وخفيف قوي. بصراحة عمي ده كان متجوز وهو كبير في السن ومخلفش، لكنه كان متجوز واحدة جميلة قوي وكانت أصغر منه ب25 سنة. أنا محتار مش عارف هي اتجوزته على إيه يعني. المهم أنا عمي ده معاه فلوس كويسة، بس هو دايما من النوع اللي بخيل وما بيهونش عليه القرش. أنا طول ما أنا بشتغل معاه وكنت متعود كل يوم إن هو بينزل وبيكون جايب معاه الغدا، وأنا كنت بتغدى معاه بالمرة. بس في يوم من الأيام كده لقيته نزل لوحده وما جابش معاه الغدا. ساعتها قلت مش مشكلة، خلاص أنا هروح البيت واتغدى بقى وارجع على الشغل تاني. بس بعد شوية لقيت عمي جاي وبيكلمني وبيقولي أنا عايزك تروح تشتري شوية حاجات، وبعد كده هتعدي في البيت تعدي على مرات عمك وتجيب معاك الغدا وانت جاي في السكة. وأنا سمعت كلام عمي ورحت جبت الحاجات اللي مرات عمي عايزاها واشتريتها لها، ورحت على طول على البيت علشان أجيب منها الغدا. مرات عمي لما فتحت لي الباب بتاع البيت أنا ما كنتش عارف أبصلها إزاي من كتر الجمال اللي هي كانت فيه، وهي كانت واخدة راحتها على الآخر في اللبس، على أساس يعني إن هي بقى قاعدة لوحدها في البيت. وقلت يعني يمكن فتحت لي باللبس ده علشان يعني شايفاني عيل بالنسبة لها، مع إن فرق السن مش كبير قوي، يعني الفرق ما بيني وما بينها 8 سنين، ما أنا عندي 19 سنة وهي عندها دلوقتي 26 سنة. ومرات عمي بقى طلبت مني إن أنا أقعد أستنى شوية عقبال ما الأكل يخلص، لأن هي كانت لسه ما خلصتش الأكل وكان لسه محتاج سوى زيادة. وقالت لي شوية كده وهخلص، وراحت عاملالي عصير وقعدت علشان أشربه. وبعدين لقيتها بتقولي أنا عايزاك في حاجة صغيرة كده، بس الحاجة دي لازم تبقى ما بيني وما بينك سر، ومش عايزة حد يعرف السر ده خالص. قلت لها تمام يا أم عمري، يا مرات عمي في إيه؟ قالت لي بص، هو أنت بتفهم في الموبايلات؟ قلت لها أيوة أنا بعرف في الموبايلات. قالت طب أصل كان في صور أنا حذفتها من على تليفوني وعايزة أرجعها تاني، بس المشكلة بقى إن أنا مش عارفة بترجع إزاي. قلت لها أيوة يا مرات عمي أنا بعرف إن أنا أرجع الحاجات اللي على التليفون. قلت لها خلاص تمام. المهم راحت مدياني الموبايل علشان أرجع لها الصور اللي هي حذفتها، وأنا فضلت ألعب في التليفون علشان أرجع لها الصور وأعمل الحاجات اللي هي عايزاها كلها. وقعدت بقى إن أنا أظبط لها في التليفون علشان قالت لي كمان إن هو بيهنج منها. أنا أصلاً اتفاجئت بالموبايل اللي مع مرات عمي، لأن الموبايل ده كان غالي والموبايل ده بتاتش ونضيف قوي. اللي أعرفه يعني إن الموبايل اللي معاها كان بزراير. وطبعاً أنا أشك إن عمي مش هو اللي جايب الموبايل، لأن عمي ده بخيل قوي وما يرضاش يجيب موبايل غالي زي ده. المهم وأنا بظبط الموبايل وعمالة أرجع الصور اللي كانت محذوفة فيه، اتفاجئت بقى إن في صور كتير جدا لمرات عمي من غير لبس تماما، يعني معظم الصور كان اللبس فيها شفاف وخفيف جدا. اتصدمت لما شفت الصور دي ووشي حمر، وعلى طول من غير ما مرات عمي تعرف أي حاجة رحت واخد الصور دي وبعتها على تليفوني على طول. وبعد ما خلصت كل حاجة في التليفون قلت لها خلاص يا مرات عمي أنا رجعتلك اللي انتي عاوزاه وخدي التليفون اهو. فراحت قايلالي بس اوعى تقول لحد على حكاية التليفون ده سر ما بيني وما بينك، وعمك ما يعرفش عنه أي حاجة خالص، ما يعرفش إن معايا تليفون أصلا. ساعتها بقى اتأكدت إن فعلا عمي مش هو اللي جاب التليفون ده. قلت لها تمام، وأخدت منها الغدا ونزلت على طول. وكنت بقى بفكر في اللي حصل، لدرجة إن أنا اليوم ده استأذنت من عمي وقلت له إن أنا مش قادر أكمل شغلي في اليوم ده علشان أنا تعبت شوية، ورحت مروح على طول على البيت. وفضلت بقى أتفرج على الصور بتاعت مرات عمي، وقعدت أقول معقولة يعني، معقولة ممكن تكون بتكلم حد علشان يصرف عليها، علشان يعني عمي بخيل وكده، ولا يمكن عمي بقى بخيل في مشاعره وأحاسيسه معاها. بقيت بصراحة محتار قوي وبفكر ومش عارف هي بتعمل كده ليه بالظبط. المهم إن أنا فكرت بفكرة كده، إن أنا أشتري خط جديد وابعت لها منه رسايل وكلمها وشوفها هتعمل إيه. وفعلا اشتريت خط جديد وبعت لها منه رسايل وكلمتها منه وقلت لها أنا عايزة أشوفك وعايزة أتكلم معاكي. طبعا أنا اتصدمت لما لقيتها راحت رد عليا وبتقولي طب هو أنت هتدفع كام؟ وعلشان بقى أتأكد إن هي بتتكلم جد قلت لها طب ابعتيلي صورة ليكي علشان أشوف انتي قد إيه جميلة وهتعجبيني ولا لأ. ورحت محول لها فلوس على طول، ولقيتها على طول راحت بعتالي الصورة.
وفي الوقت ده اتأكدت بقى من اللي هي بتعمله، وعرفت إن هدفها من الموضوع ده الفلوس وخلاص. المهم كلمتها وقلت لها أنا عايز أشوفك وقابلك، لكن هي قالت لي لأ. قالت لي إن هي بتبعت صور بس، لكن ما بتقابلش حد ومش هينفع. فأنا فضلت بقى أتكلم معاها كتير وحاولت أقنعها إن هي توافق تقابلني، لكن هي رفضت، وكانت رفض تام. بقيت بقى كل يوم أبعت لها فلوس وهي تبعت لي صور وفيديوهات يومياً، وبقيت أضيع معظم فلوسي عليها، وما بقيتش عارف أبطل تفكير فيها خالص. وبقيت بعمل حاجات بنفسي زي ما كنتش متخيل إن أنا أعملها في يوم من الأيام. وفي نفس الوقت زعلان إني بعمل كده مع مرات عمي، أو بمعنى أصح إن أنا بكلمها أصلاً. وبعد بقى شهر تقريباً لقيت نفسي ما بقيتش عارف أبطل تفكير فيها، وبقيت بحاول كتير إن أنا أروح عندها البيت، وأروح في الوقت اللي عمي يكون فيه في الشغل. المهم إن أنا أروح لها بأي حاجة وخلاص. وهي بصراحة كانت جريئة جداً وفي كلامها وفي طريقة كلامها، وأنا اتجرأت كمان ورحت قايل لها بصراحة انتي صورك جميلة قوي، وفهمتها كمان إن أنا اللي بعت لها الفلوس، اللي أنا عمالة أبعت لها فلوس وقلت لها إن أنا عايز بقى أخد راحتي معاها. لقيتها كده راحت مدمعة على فكرة عمك هو السبب وكل اللي حصل ده. عمك بخيل قوي عليا وما بيصرفش عليا خالص زي ما أنا عايزة. ولما طلبت منه الطلاق رفض إن هو يقول لي أي حاجة أنت عايزاها أنا وبرضه لما بطلب منه اللي أنا عايزاه زي ما أنا عايزة، وهو كمان ما بيدينيش فلوس خالص في إيدي. وأنت بقى عارف فرق السن كمان اللي ما بيني وما بينه قد إيه. يعني ما بيننا حوالي 26 سنة ولا 25 ولا 25 وفرق السن ده مؤثر قوي. ولقيتها بتقول لي على فكرة اللي أنا بعمله ده مش هدفي منه أنا هدفي حاجات ولقيت نفسي بطبطب عليها وبقول لها خلاص ما تزعليش، أنا موجود يا ستي، أنا موجود اللي أنت عايزاه، أنا تحت أمرك. وقلت لها اللي مخليني بقالي أكتر من شهر وما رضيتش أتكلم وما حكيتش كمان لحد أي حاجة هيخليكي واثقة فيا ومتأكدة إني عمري ما أي حد ولا هحكي أي حاجة من اللي حصل دي. وكمان أول ما أنتي بتاعك علشان أظبطهولك الصور بتاعتك نقلتها معايا على وكمان ما قلتش لعمي رغم إن أنا ممكن أقول وأتكلم عادي وكمان معايا الصور. فلقيت مرات عمي لقيتها بترد بجاحة وبجاحة. أنا عارفة إن أنت مش هتقدر تحكي أي حاجة لعمك، لأن أنت بقى كل اللي يهمك إن أنت كمان بصراحة عاجبني أوي. وفضلت بقى تقول لي كلام حلو أوي، كلام اتطور ما بيننا بسببها وحصل ما بيننا كمان تجاوزات زي المتجوزين. ومن بعدها مرات عمي ما بقتش تسيبني في حالي وعلى طول الوقت علشان أروح لها البيت. وبيحصل بقى أوقات كتير وأوقات كتير نفسي على كل اللي كان مع إن أوقات كتير لما أنا كنت بكلمها على النت إن اللي حصل ده ما يحصلش. لكن بعد ما حصل أوقات كتير كنت بحس بالذنب وبقول أنا على طول وبحس بالندم كتير. لكن مرات عمي ما كانتش دايما بتسيبني في حالي خالص. وأوقات كتير كانت إن أنا مش ناقصني حاجة وكأني عايش في جنة. المشكلة بقى إن أنا اتعلقت بيها غصب عني وما بقاش فارق ولا عمي ولا أي حاجة خالص. لكن برضو كل فترة بحس إن اللي بيحصل ده حرام وإن المفروض ما يحصلش. وضميري بيأنبني وبتضايق قوي منه. وبحاول إن أنا أبعد عنها بأقصى ما يمكن. وفي نفس الوقت بتضايق جدا. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا محتار وعايز أبعد عنها. أنا ما كنتش أتخيل أبدا إن دي هتوصل لكده. أنا كل ما باجي على نفسي وأفضل أبعد عن هي دايما اللي في حالي خالص وبتخليني أرجع ليها تاني. أنا لازم أبطل اللي أنا بعمله ده لأن حرام. ما يصحش كمان اللي أنا بعمله ده ومستحرم يحصل فيه حاجة زي كده. فأنا مش عارف أعمل إيه وأتصرف إزاي. يا ريت تقولوا لي أعمل إيه وأحاول أخلع منها وأبعد عنها إزاي. مستني كل آرائكم وتعليقاتكم بدون تجريح.